الدولة ادتها الأرض مجانا، قالت بتصرف عليها 7 مليون جنيه في السنة، ودخلها من لايفات السوشيال ميديا ما يكملش 30 ألف جنيه. بتقول كنت بصرف من جيبي وعايشة للخير. لقت نفسها في وش عاصفة كبيرة بين اتهامات بالإهمال ومخالفات، وبين ناس شايفاها ست مظلومة اتحاربت. ازاي القصة قلبت من مشروع إنساني لقضية جدل ودموع؟ وهل فعلا سمر نديم ودارها ضحية حملة ولا في أسرار وراء الكواليس؟ في اسم بقاله فترة عامل دوشة على السوشيال ميديا، وهو اسم سمر نديم. الست دي ناس كتير عرفوها من بوستات وفيديوهات بتتكلم عن دار للمسنين، ودي اسمه دار زهرة مصر. وفعلا لما تسمع في الأول تحس إنها قصة كلها خير وإنسانية. دار بيخدم كبار السن، ناس محتاجين حد يحن عليهم، مكان بيوفر لهم رعاية ودفى وأمان. سمر دايما كانت بتظهر بفيديوهاتها وهي بتتكلم بحماس وبتقول إحنا بنخدم أهلنا، إحنا ولاد البلد اللي لازم نساعد بعض. الناس في البداية صدقوها وشافوا إن المشروع ده عظيم جدا، خصوصا لما عرفت إنها أخدت الأرض من جهاز مدينة بدر مجانا عشان تعمل الدار. والدولة وقتها كانت شايفة إن المشروع يستاهل الدعم، ولكن الدنيا مشيت في سكة تانية خالص. الدار اشتغلت فترة واستقبلت نزلاء، وكانت بتقول إنها بتصرف عليهم من جيبها ملايين الجنيهات في السنة، وإنها مش مستنية من حد حاجة. بس فجأة بدأت الأخبار والإشاعات تطلع بشكل كبير. ناس قالت إن في مخالفات جوه الدار، ناس تانية قالت إن في إهمال. في كمان فيديوهات نزلت بتتهم الدار بقضايا غير مشروعة وحاجات تخوف جدا، واسم سمر اتجرجر في النص. الأخبار قلبت السوشيال ميديا، وزارة الصحة نفسها دخلت على الخط وقالت إن في تحقيقات مفتوحة حوالين اللي بيحصل. في وسط كل ده في ناس بتقول دي ست بتعمل خيرة، ولو غلطت يبقى غلط إداري أو حاجة صغيرة. وفي ناس تانية واقفة ضدها جامد وشايفين إن القصة أكبر من خير، وإن في استغلال واضح وصريح. الموضوع كبر لما اتقال رسمي إن الدار اتقفلت والناس اللي كانوا عايشين هناك اتوزعوا. سمر طلعت لايف فيديو على السوشيال ميديا وهي منهارة دموع، صوت مكسور، كلام كله وجع، واللي كانت بتقول فيه أنا مش لاقية مكان أروح فيه، أنا بصرف 7 مليون في السنة على 35 نزيل، أنا كنت بعمل كل ده من خير الناس ومن التبرعات، وبعدين يجوا يقفلوا الدار كده. كانت بتشتكي كمان إن الدعم اللي وصل لها من اللايفات ما بيعديش 30 ألف جنيه، وإن التكلفة الفعلية أكبر بكتير، وإنها اتحملت فوق طاقتها. الفيديو ده خلى ناس معاها وتحس إن فعلا في ست مظلومة، في واحدة كان عندها حلم تعمل خير واتقفل عليها الباب. ولكن برضو في ناس قالوا لا، دي دموع تمثيل علشان تغطي على اللي بيحصل. اللي حصل خلى الرأي العام يتقسم لنصين، نص بيقول سمر نديم ست إنسانة عملت دار على حسابها، الناس كبرت الموضوع وخربوا عليها حلمها، والنص التاني بيقول الدار اتقفلت مش من فراغ، أكيد في مخالفات خطيرة والموضوع محتاج يتحقق فيه. وهنا ظهرت الأسئلة، ليه الدار اتقفلت فجأة كده؟ وهل التحقيقات هتثبت فعلا إن في مخالفات قوية ولا مجرد شائعات؟ وازاي ست كانت بتقول إنها بتعمل خير وتاخد دعم من الدولة توصل لنقطة تنهار فيها قدام الكاميرا وتقول مش لاقية مكان؟ القصة لسه مفتوحة والتحقيقات لسه ماشية، والناس طبعا لسه مستنيين يشوفوا هي الحقيقة فين. هل سمر نديم ضحية ولا فعلا في حاجة ورا الستارة؟